كنت عايز اعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه، ما لقيتش لحمه مفرومه، قلت هتصرف واعمل لحمه مفرومه كدابه. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم اتفرجوا على الفيديو. معاكم الشيف ابنوب، يلا لايك وكومنت وكمان شير، وتعالوا اقول لكم اللحمه المفرومه الكدابه اللي هعملها في الجلاش. اول حاجه عندي طاسه على النار، نزلت عليها بصلايه مقطعها صغير مع فلفل الوان، وكمان هنزل عليهم برشه بسيطه خالص من الملح علشان البصل والفلفل ينزل الميه بتاعته بسرعه ويدبل اسرع. وبعد كده بقى تعالوا هديكوا السر بتاع اللحمه المفرومه الكدابه. مش هنستخدم لحمه، لا، امال هنستخدم ايه؟ عندي كوبايه من فول الصويا. تمام، بجيب بقى كوبايه فول الصويا دي، بحط لها كوبايه ميه سخنه وبسيبها كده بتاع 5 دقايق على جنب، وبعد كده هلاقي الميه كلها اتشربت. تعالوا بقى نرجع للخلطه بتاعتنا. بعد بقى ما البصل والفلفل الالوان دبلوا، حطيت كده جزر مبشور، وبعد حوالي 5 دقايق الفول الصويا كده شرب ميته، ولو فضل ميه فيه ببدا اصفيها خالص جدا. بعد كده بنزل بقى بالفول الصويا اللي هو اللحمه الكدابه بتاعتي، وتعالوا بقى نحولها هي لحمه بجد. هتحولها ازاي؟ هضيف لها بقى شويه اضافات. عندي بقى معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، وكمان بهارات اللحمه وال7 بهارات، رشه بسيطه من القرفه، وكده عندي لحمه مفرومه كدابه يا جماعه. بعد كده هقلب بقى تقليبه كويسه جدا، وهدي بقى ايه طماطميه كده صغننه خالص علشان ايه تدي تعصيقه اللحمه المفرومه. وبعد كده بقى اجهز الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها صينيه الجلاش العالميه. هبدا بقى عندي كده معلقتين من الزيت كده، هبدا كده ادهن الصينيه بيهم، وابدا كده احط الجلاش. عندي بقى ورقه شمال وجنوب وشرق وغرب، تمام، نص بره ونص جوه، خلي بالكم الحاجات دي مهمه. وبعد كده بدهن طبعا الزيت، وببدا كده احط كده الطبقه اللي في النص دي اللي هي القاعده بتاعه الصينيه، وهبدا كده احط بقى اللحمه المفرومه الكدابه بتاعتي. بصوا يا جماعه، تحسوا انها بجد لحمه مفرومه، يعني ما تفرقش عن اللحمه المفرومه خالص. وبعد كده افردها بقى فرده كويسه جدا، وابدا انزل كده بورقه حلوه كده من الجلاش تاني، وابدا كده ادهن زيت. وممكن تحطوا بيكنج باودر مع الزيت، بس انا هحط بيكنج باودر في مكان تاني يعني. كملوا بقى الفيديو وانتوا تعرفوا. هبدا بقى اكمل باقي الطبقات، ويلا قولوا لي انتوا بتتابعوني منين، والناس اللي ما كتبتش كومنتات تكتب. ويلا بقى تعالوا على قناتي على اليوتيوب اسمها الشيف ابنوب عادل، هتلاقوا كل الوصفات نازله، وممكن تبحثوا عليها بطريقه سهله جدا. عليكم بس تكتبوا اسم الوصفه وتكتبوا اسمي، وهتلاقوا الوصفه طلعت لكم على طول. هبدا كده احط بقى ورقه الجلاش الاخيره دي، واقفل كده صينيه الجلاش، وبالسكينه بتاعتي ابدا كده ايه، يلا قولوا معايا، ابدا اقطع الجلاش. تمام، في ناس بتقطعه بعد السوا، بس لا، يفضل طبعا قبل السوا يعني بيبقى افضل، عشان هعمل له التشريبه الجميله بتاعتي. هتعمل ايه بقى في التشريبه العسل دي؟ عندي بقى كوبايه ميه دافيه كده، هنزل عليها بمعلقه صغيره خالص من البيكنج باودر، وكمان كده عندي معلقه كبيره من الصلصه. دي هتدي بقى حمار للصينيه بتاعتي، وهتحسوا انها ايه، صينيه حقيقيه يا جماعه، بس هي صينيه مش حقيقيه. بعد كده هحط بقى كوبايه الميه بالاضافات اللي انا حطيتها دي، واخد بقى الصينيه العسل دي ادخلها الفرن على درجه حراره 180، تقعد حوالي تلت ساعه، وبتطلع زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه، ماسكه نفسها وحلوه وجميله، وتحسوا انها بجد لحمه مفرومه، ريحتها حلوه جدا وجميله. ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا لو عندكم. وتعالوا بقى نطلع الحته كده، بصوا، ولا لازقه ولا اي حاجه، ولحمه يا جماعه. يلا بقى جربوا الوصفه على طريقتي، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وكمان شير. تدخلوا على صفحتي تبعتوها كده لاصحابكم وحبايبكم، وكمان قناتي على اليوتيوب، وتقولوا لهم كل الوصفات الاقتصاديه والحلوه دي عند الشيف ابنوب. لو عجبتكم الوصفه اعملوا لها شير.